السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الجاتو الشاتو بطريقة سهلة واقتصادية وبيضة واحدة بس، وكمان من غير ما نستخدم شوكولاتة، وكمان هنعمله صوص للتزيين منه فيه. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناة اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. وكمان هنعمل منه كمية كويسة، يعني حوالي اكتر، ممكن يكون اكتر من 10 قطع، وده كله ببيضة واحدة بس. وشايفين قد ايه الكيك هش وطري. يلا بينا بقى نشوف المقادير مع بعض. المقادير اللي انا هعاير بيها هي المقادير، الكوبايات اللي انا هعاير بيها كل المقادير. وكمان تكون المقادير بدرجة حرارة الغرفة. هيكون معانا نص كوباية كاكاو خام اسباني، وطبعا يكون جودته كويسة علشان ما يكونش لقط اي حاجة، عشان يديني نتيجة كويسة. ومعايا كوباية لبن وكوباية سكر وكوباية الا ربع زيت. ده مقادير الصوص بتاعنا اللي احنا هنعمله الاول. هنفضي بقى هنا عندنا نص كوباية الكاكاو الخام، ويكون الكاكاو منخول معانا، ومعايا كوباية السكر، وهنحط عليهم كوباية اللبن بتاعتنا، وهنحط كوباية الا ربع زيت. هنحط كل المقادير دي في الخلاط، ونشغل الخلاط لغاية ما الصوص بتاعنا يتقل، يكون تقيل زي ما انتم شايفين كده. بس هنطفي الخلاط بقى، وهنحط هنعبي كوباية من الصوص اللي احنا عملناه ده عشان نزين بيه الوش. سهل جدا وطريقته اقتصادية جدا، من غير استخدام شوكولاته بقى ولا اي حاجه من دي. وممكن كمان تستغني عن طبقه الكريم شانتيه وتحطي الصوص بس فوق الكيك. الكيك اصلا جميل جدا وهش وطري. حطينا كوبايه اهي، عبينا الكوبايه، هنحطها بقى جنبينا هنا على المطبخ، مش هنحطها في التلاجة عشان مش عايزين الصوص يتقل اكتر من كده. هنحطها جنبنا على المطبخ، وبعدين هنحط بقى على باقي الصوص البيضه ومعلقه صغيره من الفانيليا، وهنضربهم حوالي دقيقة او اتنين. وطبعا الصوص طبعا هيخف قوامه شوية لان حطينا البيض عليه. هضربه حوالي دقيقة او اتنين، ونكونوا مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 علشان الفرن يسخن قبل ما نحط الكيك فيه. نشغله حوالي قبلها بحوالي 5 دقايق او 10 دقايق. ننزل الاطراف وكده الخليط السائل بتاعنا جاهز. هنحضر بقى الخليط الجاف بتاعنا، وهو عبارة عن كوباية من الدقيق، كوباية مليانة من الدقيق، حوالي 180 جرام من الدقيق. نحطها في المنخل وننخلها كويس، وهنحط عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنحط ذرة ملح عشان تعادل السكر. حطينا المعلقه كبيره من البيكنج باودر، هننخل بقى الدقيق والبيكنج باودر مع بعض. وطبعا نكون نخلين الدقيق برضو قبل كده مرة او اتنين، ده بيخليها سبب في هشاشة الكيك بتاعتنا. هنحط بقى على الخليط الجاف الخليط السائل بتاعنا، هنفضيه، زي ما انتم شايفين كده. هنقلب بقى الخليط بتاعنا، هنقلبه كويس. وطبعا بنكون محضرين الصينيه بتاعتنا ودهنينها دهنة زيت صغيرة، وحاطين عليها دقيق، وحاطين مبطنينها بدقيق، ومنفضين الدقيق فيها قبل ما نحط الخليط بتاع الكيك بتاعنا. طبعا لما تلاقي ان الخليط بتاع الكيك تقيل قوي، ممكن تزوديه بمعلقتين 2 ميه. انا مصمصت الخلاط بتاعي كده من بواقي الكيك بميه، وحطيت منهم معلقتين ميه على الخليط الكيك بتاعنا. كده القوام جهز. هنحط بقى في الصينيه البايركس بتاعتنا، وممكن تستخدمي صينيه الومنيوم عادي. انا بستخدم صينيه الومنيوم مستطيله. هي بتبقى الصينيه الوسطانيه في الطقم بتاع الصواني الالومنيوم الثلاثه. بتبقى الصينيه الوسطانيه حوالي بيبقى
حوالي بتبقى 25 سنتي يعني. فضينا بقى الكيك بتاعنا، خليط الكيك بتاعنا هنوزعه بالطريقه ديت او نوزعه بالسباتيولا كده علشان يكون القوام كله مستوي يعني في الصينيه. وهنهزها هزه بسيطه كده طبعا عشان البايركس ما ينكسرش مننا. وهنحطها في الفرن حوالي من تلت ساعة لنص ساعة على رف أوسط على درجة حرارة 180. ولو فرنك فيه مروحة بنشغل الفرن من تحت بس. طبعا انا اختبرتها لقيتها لسه فيها عجين من جوه بعد حوالي تلت ساعة، واما اشم ريحتها تطلع بفتح الفرن اختبرها لقيتها فيها شوية عجين. سبتها حوالي كمان 5 دقايق علشان تكمل سواها. هنا بقى هطلعها من الفرن هسيبها تبرد خالص، وعبال ما اخلص طبقة الكريمة بتاعتي. بصوا هو هنا ممكن نستخدم في الكريم شانتيه، ممكن نستخدم نص كوبايه كريم شانتيه، وممكن نستخدم كوبايه الا ربع. لو انت عايزه الطبقه الوسطانيه سميكه شويه هتستخدمي كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه. لو عاوزاها يعني بطبقه بسيطه ممكن تستخدمي نص كوبايه كريم شانتيه. طبعا انا بستخدم هنا استخدمت على كوبايه الا ربع كريم شانتيه استخدمت حوالي اقل من نص كوبايه ميه على لبن، ميه متلجه على اللبن. وممكن تستخدمي ميه متلجه بس، وممكن تستخدمي لبن متلج بس. وبرده نفس المقدار سكر، اقل من نص كوبايه سكر. وطبعا بضرب السكر مع الميه المتلجه او اللبن المتلج او الميه على اللبن المتلجين. بقلب السكر فيهم الاول بضربهم الاتنين بالمضرب علشان السكر يدوب، لان السكر مش بودر. وطبعا بستخدم اللي هو الكريم شانتيه الخام، علشان كده بحط سكر. لو انتي مش بتستخدمي الخام بتحطيش سكر لان هو بيبقى منه فيه سكر. هضرب الكريمه بتاعتي وبرضو هزود عليها نص معلقه صغيره فانيليا علشان تديها طعم الكريمه الجاهزه. انا بستخدم اللبن المتلج او الميه التلجه ليه؟ علشان الكريمه تلف معايا بسرعه ما تاخدش مني وقت. هنا هحط من الصوص معلقه كده علشان تغير لي لون الكريمه تخليها شوكولاته كده. والكريمه طبعا في الصيف بتسيح شويه فممكن تتقليها شويه. يعني ممكن لو انت عايزه تقليها ما تحطيش مقدار الميه كله، ممكن تحطي حبه ميه صغيرين وبعد كده تزودي بالتدريج الميه علشان توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هنا زي ما انا قلت لكم هنحط نص معلقه صغيره من الفانيليا بتديني تيست حلو للكريمه زي الجاهزه بالظبط. كده تمام، وصلنا للقوام كده تمام. طبعا الكيك بتاعنا برد خلاص. هحاول انا احط عليه بقى الكريمه بتاعتنا واوزعها كده على السطح كويس في جميع الاتجاهات وكل الاتجاهات تبقى متساويه. زي ما انتم شايفين كده. طبعا بعد ما نخلص طبقة الكريمة دي هنحط الكيك في التلاجة بتاعتنا لغاية ما الطبقة الكريمة دي تمسك نفسها شوية في التلاجة علشان اقدر ان انا احط عليها الصوص بتاعنا. كده خلاص طبقة الكريمة بتاعتنا خلصت. هحط بقى الصوص بتاعنا، هحطه في بولة واحاول ان انا ازوده معلقة مية او معلقتين مية او 3 على حسب قوام الصوص اللي انا عاوزاه بتاع الكيك بتاعي. هنا بقى انا اقلب الصوص كويس باللبن اللي احنا حطيناه علشان نوزعه على وش الكيك. طريقة سهلة واقتصادية جدا وموفرة كمان، ومش هتتعبك والولاد هيحبوها جدا في البيت.
يلا بقى اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب. هنا بقى هنصب الصوص بتاعنا ونوزعه في الصينية كويس. هنا بقى وزعنا الصوص بتاعنا على طبقة الكيك من فوق. هنحطه برضو شوية في التلاجة لغاية برضو ما الصوص يتقل معانا ويجمد معانا شوية علشان نعرف نقطعه كويس. ممكن يتزين الجاتو وممكن يتساب كده عادي من غير تزيين ولا اي حاجة. بس طعمه تحفة جدا والكيك هش طري قوي. تقسميها بقى قطع على حسب ما انت عايزاه. انا قسمتها في حدود حوالي 12 قطعة، يعني يعتبر دستة جاتو بحالها. زي ما انتم شايفين هنا جاتو جميل وهش وطري. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.